زي ما الواحد بيقول دائما انه مسألة التسيير والتأخير دائما في النفس منها شيء، وكل مشكلة في المعارف تسير مرة ثانية. لكن حق الناس دائما كل ما تسار يدوها اعتبار لأنها بتوضح دائما. فهسه نحن في نقاشنا ده في بحثنا عن الانسجام مع الرضا والانسجام مع الإرادة، ومن نقطة إبراهيم برضو أحسن ندي مسألة الجبر والاختيار فرصة ثانية في الكلام. ليه الإنسان أحوج يعني يخطئ ويصيب، أو ليه دخلوا الخير والشر؟ كان ممكن الوجود يكون خير كله، كأنه كده يعني. الإرادة اللي هي جانب الشر منها، اللي كأن إذا كانت الإرادة شر طبعا إحنا مطلوب منها أن نرفض الإرادة. دي النقطة بتاعت إبراهيم اللي لا يزال في نفسه منها شيء. بعدين عصام بيرى أنها هي في المستوى ده قد تكون واضحة، لكن لما تمش لقدام وتدخل في المتاهة بتاعت ليه الخير والشر، ليه التورط في الخطيئة، ليه الإنسان ما خلق نقي وصافي وكامل وعالم ويلزم الخير من الأول. نسمع في كلنا اللي هي تناهي الأمور، تلاهي العلم. هو يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولما تلقى أنه هو غني عن العبادة يبقى كأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعلموا، ليسعدوا، ليكملوا. ليعبدون كأنهم ليصيروا زيي، كأنه كده ليعلموا نهاية العلم، يعلموا كل العلم، وكل العلم ده علمه. ولذلك الناس ماشيين مترقين طوالي له هو. فيبقى الحكمة في خلق الخلق هي النقطة المؤكدة الخفية في قمتها، إلا أن تقول ربنا خلق الخلق ليسعدوا، وده طرف من الحكمة. لكن ليه ليسعدوا؟ دي القضية دائما بتظل خفية. دي زي مثلا دي زي التساؤل عن ذات الله. التساؤل لذات الله راح يكون فوق العقول، يعني الذات لا تدرك العقول، لكن تدرك حكمته. حكمته الله خلق الخلق ليسعدوا، دي بس العبارة. هو ما محتاج لهم، هم محتاجين له، خلقهم ليسعدوا. دي الحكمة اللي ممكن تقف مع منتهى إدراك العقول. ورد في حكمة، ليه خلقهم ليسعدوا؟ ورد في حكمة ما بتندرك لأنها انطبقت مع الذات. السؤال عنها ما راح يودي إلى قيمة زي السؤال عن ذات الله. وذلك يقول هناك تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذاته فتضلوا. ما هو موضوع التفكير ده؟ لأنه زي ما قال عماد برضو، لما تمشي الحكمة اللي تنطبق هناك الثنائية تنتهي، يبقى العقول ما عندها مجال. والعقول مجال في الحكمة، لأنه الحكمة عندها ضد اللي هي الخرق، العبث. الحكمة ضدها العبث، هنا في إدراك. لكن الذات ما عندها ضدية. إذا كان السؤال يمشي لهناك ما يلاقي إلا العجز. لكن الصورة اللي جاب عماد صورة جيدة جدا في أنه الإنسان رد لأسفل ليصل للكمال ليعرف قيمته، أو كماله هو في حريته. يعني الملائكة لما ربنا خلقوا علماء ما وجدوا الحرية، ولذلك الإنسان أكمل منهم لكمال النشأة في أنه بيخطئ ويصيب. بعدين لما بقى الإنسان مردود لأسفل سافلين، بقت النفس اللي لأنها من نفس الله الكمال مودع فيها. بالتدريج والتطور بهداية العقل لها وهداية الوحي اللي ربنا ننزله تبقى سائرة لكمالها. وهنا جاء الشر، الخير والشر، وهم الحقيقة وجهين لصورة واحدة. يعني الشر الجهل بس، ونحن بنخرج من الشر للخير، بمعنى ما نخرج من الجهل للعلم، أو من البعد من مصدرنا ومن وطننا إلى القرب، من النقص النسبي إلى الكمال. نحن وهو طرفين من قضية واحدة، نحن والله طرفين بالصورة دي. نحن الطرف البعيد ليرجع. الحكمة فيه هي أنه نسير في المراكز المعرفة ونجد متعتنا وحياتنا
خلقنا لنسعد. دائما القضية دي فيها طرف النفس فيها منه شيء دائما، ولو انكشفت كل حكمته لكنا يعني يكون علما علم الله. دي العبارة اللي ما علم إنسان، لكنها ميراثنا. ديروا مسألة الجبر والاختيار فيها والتسيير والتخيير ديروها في ساقه.